ده ايه ده؟ مالك مالك؟ قلت لها لاجل النبي يا بنتي نزلي رجلك، فزعقت لي وقالت انت مجنون ولا ايه؟ مسن الصعيد بيروي تفاصيل وقعة شجاره مع فتاة داخل المترو. راجل صعيدي صوفي على باب السبعين جاي القاهرة علشان يزور السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة. بيقول إن دي عادة أنا متعود عليها كل ما أقدر. وجوه المترو كان في طريقه للسيدة زينب، وفجأة وقعت خناقة وزعيق وصويت. الراجل بيحكي الواقع ويقول أنا كنت قاعد وجنبي 8 رجالة ووسطينا بنت قاعدة حاطة رجلها في وشوشنا. اتربينا واتعلمنا في بلادنا على احترام الكبير وود وتعليم الصغير. كلمتها زي بنتي والله وقلت لها لاجل النبي يا بنتي نزلي رجلي، بلاش تبقى في وشوش اللي قدامك كده. ردت عليا بصوت عالي قوي وفاجئتني بالزعيق. انت مجنون يا راجل انت ولا ايه؟ انت فاكر نفسك واصي عليا؟ انت فاكر نفسك رسول الهداية؟ مش عارف ليه اتعصبت كده، وانا كل اللي كان في دماغي نصيحة صغيرة. وكمان منظر الرجل على الرجل مش ولا بد وسط الشباب والرجالة، ما يصحش. قلت لها يا بنتي أنا راجل عجوز وعندي أحفاد قدك، ولو واحدة منهم عملت كده وسط الرجالة هنصحها بالحسنى مرة واتنين، والتالتة هضربها. ده اللي أهالينا ربنا عليه. إحنا ربنا جعلنا أسباب في حياة بعض. بلاش تقابلي النصيحة بالخناق والعراك. مش كل حاجة يا بنتي ندية. جربي تسمعي وتعقلي الكلام اللي بيجيلك من حد كبير. يمكن الحكمة جاية من تجارب حياة، يمكن عنده اللي يفيدك ويغيرك للأفضل. هنا بقى اتعصبت قوي وقالت له انت فاكر نفسك يا عم الحاج انت جاي من السما ولا ايه؟ من اللي قالك اني ما بفهمش في الاصول والتربيه؟ دي حريه شخصيه، اقعد براحتي واعمل اللي انا عايزاه براحتي واتحرك زي ما انا عايزه. اللي بتقوله ده اعمله مع بناتك واحفادك، لكن لما تخرج بره بيتك تسكت وما تنطقش مع حد. انا بقى اللي هعلمك ازاي تحترم غيرك. لكن هنا اتدخل كل الناس ولاموا عليها وعاتبوها وقالوا لها يا استاذه ما يصحش تردي كده على حد زي والدك، حتى لو والدك نصحك بحاجه وانتي رافضاها. هل هتعني فيه كده؟ هل ده سلوكك مع أبوكي وأمك في البيت؟ هنا اتعصبت أكتر وردت عليه بنفس اللغة والخناق ومحدش عارف يوقفها، لحد ما واحد اتدخل وقال لها ما تزعليش نفسك يا أستاذة، اعتبريه موقف وعدى. ودي ثقافة الحاج الصعيدي، ممكن ما تتقبليهاش وممكن ما تعجبكيش، لكن ما تستاهلش العصبية والخناق والضيق ده كله. ثقي تماما إنه مش قاصد يضايقك ولا يجرحك، وثقي إن الناس دي عفوية وبريئة وما تعرفش تخبي اللي في قلوبها. الناس اعتذرت للحاج الصعيدي وقالت له ما تزعلش يا حاج، حقك علينا احنا. فرد عليهم وقال والله العظيم ما زعلان منها، أنا زعلان عليها، دي زي بنتي، وأتمنى بنات مصر كلهم يكونوا في أحسن وأروق وأجمل صورة. دي عمود البيت، ولو هي صالحة البلد دي هتقوم وتتصلح. أما لو عندها مشكلة فعلى بيوتنا وبلدنا كلها السلام. أنا هدعي لها من قلبي والله ومسامحها، وواثق إنها لما تفكر وتهدى هتعرف إن القصة بسيطة ومش مستاهلة ده كله. ربنا يهديها ويهدي كل بناتنا، وإن كنت غلطان يسامحني ويعفو عني.